هدف واحد، الفوز ونرجعوا اللقب لشعبنا ولممالكنا. من طنجة للقويرة ديما مغرب. هل تعلم أن إلياس المالكي سيتولى منصب رئيس المنتخب المغربي في النسخة الجديدة من بطولة الملوك التي ينظمها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه؟ هذه البطولة التي أصبحت تعرف باسم كينغز ليج تهدف إلى تقديم نمط جديد في رياضة كرة القدم من خلال إضافة عناصر ترفيهية ومفاجآت غير متوقعة. المالكي المعروف في الساحة الرياضية المغربية سيضيف لمسة خاصة للفريق المغربي، ويبدو أنه سيجلب معه تلك الروح القتالية والشخصية القيادية التي يحتاجها أي فريق لتحقيق النجاح في هذا النوع من المنافسات الفريدة. ما يزيد من تشويق الجماهير هو التساؤل حول كيفية قيادة المالكي للفريق. هل سيلجأ إلى التكتيكات التقليدية التي نراها في المنتخبات الوطنية، أم أنه سيجرب أساليب جديدة تتماشى مع طابع هذه البطولة المبتكرة؟ بلا شك عشاق كرة القدم المغربية ومتابعو الملوك سيكونون في انتظار رؤية ما سيقدمه هذا الإطار الجديد. فما هي توقعات الجماهير؟ هل سيتمكن المالكي من أن يكون القائد الذي سيجلب اللقب للمغرب في هذه المنافسة الجديدة والمثيرة؟